واحد من الليبلز الشهيرة قوي اللي احنا بنحطهم على الناس اللي حوالينا او على روحنا حتى هو ليبل الدبريشن. عايزة اقول الاول انه فكرة ليبلينج مش اوحش حاجة في الدنيا، لانه احنا كبني ادمين كنفسيات بنحتاج نكومبارتمنتلايز او نحط تصرفات معينة في بوكس او في درج معين احنا حاطينه في دماغنا علشان adjust the expectations او adjust طريقة التعامل. اوقات بس السايكولوجيكال ليبلز مش بتبقى صح حاجه في الدنيا، انا بتحتاج حد يبقى شخصها صح، والحد ده مش تشات جي بي تي. الدبريشن عشان يصنف ديبريشن، بالذات الدبريشن اللي هو اسمه الاكتئاب العظيم او ميجر ديبريشن، في انواع كتير قوي بس ده اكتر واحد كومن او اكتر واحد بنتكلم عليه. محتاج يبقى فيه شوية characteristics واضحة وموجودة بشكل consistent، مش بشكل رايح جاي. فالشخص ده محتاج يبقى بقاله أسبوعين non stop consistently in a bad mood، مختلف قوي عن المود العادي بتاعه. انه في ناس بطبيعتها المود بتاعها في اللور سايد، انه محتاج يبقى في مود وحش قوي اسبوعين، مفيش تحسن خالص، في تغيير ملحوظ في السليبينج باترنز، في تغيير ملحوظ في الايتنج باترنز بشكل كتير قوي، يعني مبيكونش خالص، في تغيير ملحوظ في الفانكشناليتي. دي مهمة قوي قوي قوي، انه كان بيروح شغله ما بقاش، كان هايجينيكلي aware ما بقاش. ف until that happens يبقى ما ينفعش نقول على حد عنده major depression. في depressions تانية هنتكلم عليها بعد كده زي الهاي functioning او الماسك depression.